المورد الأول أعزائي ما أشار إليه الإمام الغزالي في كتابه المستصفى، مرارا ذكرت للأعزاء اللي يريد يفهم الأصول، علم الأصول عند الشيعة عليه أن يطالع كتب ثلاثة: الكتاب الأول الرسالة للشافعي، الكتاب الثاني المستصفى في علم الأصول للغزالي، الكتاب الثالث المحصول للفخر الرازي. عند ذلك يأتي إلى كتبنا، فإذا وجد جديدا فليسلم عليهم. أما أحسن ما يكون فيه من العبارات والسلاسة والإنسان ينبسط إذا قرأه فهو المستصفى للغزالي. المستصفى للغزالي هذا كتاب مجلدين كبير، لكنه في الحقيقة يرتاح الإنسان لقراءته لأنه سهل الأسلوب وجيد في عرض الآراء ومناقشتها، فهو كتاب يعني أحسن ما قرأت فيه. للشيخ زكريا الأنصاري متوفى سنة 926. هذه أمهات كتب إعراب القرآن الموجودة عندهم عند القوم. وبالمناسبة علماؤنا أيضا يعتمدون هذه الكتب لأننا لا نمتلك كتبا في المدرسة الشيعية لإعراب القرآن، فإعراب القرآن ودراسة النحو نحن فيه عيال على القوم، مثلما نحن عيال على القوم في علم الأصول وفي علم الرجال وفي علم الدراية وفي علم الكلام وفي طريقة الاستنباط وفي علوم القرآن وفي علم التفسير وفي علم القراءات وفي علم التجويد وفي وكذلك في الإملاء في قواعد الإملاء وفي علم الصرف وفي علم البيان وفي علم المعاني وفي علم البديع. كل هذا نحن عيال على القوم، والدليل كتبنا في الحوزة ماذا ندرس. هذا ولا هو بالمسألة بس سيد قطب والإخوان هجومهم، لا. هل تعلم بارك الله فيك أنهم في يوم من الأيام أرادوا إحراق فتح الباري وأحرقوه بالفعل، وأحرقوا فتح الباري لابن حجر، وأحرقوا شرح صحيح مسلم للنووي على اعتبار أن النووي أشعري، شافعي هو أشعري، وابن حجر أشعري، الشوكاني أشعري، فهم سلمك الله يفتحون النار على الجميع وقضيتهم، ثم يثيرون قضايا الآن تفرق الأمة وليس منها طرحها على العامة كبير فائدة. فيأتون لمسائل الصفات، يذهبون دعاة إلى أمريكا وإلى أوروبا، ثم يجي للمسجد ثم يفتح موضوع الصفات، ثم يفرق جماعة المسجد كله. هؤلاء محسوبين علينا، وهذا منهج إقصائي. يجب أن يعلم من أخرج هؤلاء في وسائل الإعلام أن هؤلاء القوم إقصائيين، أنهم يعتقدون أنفسهم هم الأنقياء عقديا وفكريا ومذهبيا، وأن الآخرين ضلال مبتدعة فسقة. فيجب على الحكام أن يعلموا أن هؤلاء سبب لتفريق الأمة، ولذلك أصبح أهل هذا البلد والسلفيين مكروهين في الجملة بسبب ممارسات هؤلاء. إذا ذهبوا إلى أي بلد آذوا الناس وفرقوا جماعتهم المسلمة وفتحوا مسائل تفرقهم، هذا أشعري، هذا ما تريدي. هل تعلم بارك الله فيك أن علماء هذا البلد ما كان عندهم هذه الإقصائية؟ أنت تعلم بارك الله فيك أن الذين أسسوا المدارس العلمية الكبرى وأن أساتذة الجامعات في كلية الشريعة والذين أسسوا العلم الشرعي جيء بهم من الأزهر ومن غيره، منهم الأشعري ومنهم غير الأشعري، وأن سلمك الله يا أخي كبار علماء البلد الذين يشار إليهم بالبنان، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حفيد محمد بن عبد الوهاب درس في الأزهر واستفاد من دراسته في الأزهر، وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وهو من أكبر علماء البلد واستفاد من وجوده في الأزهر، والأزهر مليء بالعلماء من كل المذاهب الفقهية، وفيه أشاعرة وفيه معتزلة وفيه، ومع ذلك ودرسوا عليهم وأخذوا منهم واستفادوا منهم، ولم يكن بينهم وبينهم هذه المفاصلة. في الكليات الشرعية كان تقرر كتب الشوكاني وكتب ابن حجر وكتب النووي وتفسير الجلالين، وهؤلاء كلهم أشاعرة،
ولذلك هؤلاء القوم يفرقون الناس. أنت يجب على من يقول إن الرازي والآمدي والغزالي والجويني لا يؤخذ منهم لأنهم فلاسفة. يؤخذ ممن إذا يؤخذ ممن أيتي بالبديل. نعم. كتب أهل العلم موجودة وعقائدهم هذه لا تمنع من الأخذ من هذه الكتب. ولذلك أنا أقول دائما، وهذا الأصل أن يكون موجودا، لكن في الواقع ليس عندنا أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. أنا أنكر هذا بشدة، ليس عندنا أصول فقه عند أهل السنة والجماعة. ومن كتب في هذا النوع إنما هي سرقات يأخذها من البرهان والمستصفى وألف بينها ثم قال هذا أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. التعريفات والتقسيمات بل التبويب وكل من أول إلى آخره هو ما قرره الجويني والغزالي إلى آخره. حينئذ ما وقع عندهم من انحراف تدرس الكتب على ما هي عليه ويبين، يقال هذا خالف أهل السنة والجماعة في باب المعتقد وهذه لا علاقة بها بالمعتقد. بعضهم ظن كل مسألة نخالف فيها في أصول الفقه لها علاقة بالمعتقد، عندهم حساسية، كل ما قرئ في باب الأصول وهو نزاع عقدي. لا، ليس الأمر كذلك، قد يكون نزاعا عقديا وقد لا يكون نزاعا. فإن قلت من أين أتت هذه الألفاظ المعقدة؟ نقول لأن أساطين الأصوليين المتأخرين بعد الشافعي كلهم من أهل البدع، من أهل يعني أغلبهم من أهل البدع، والذين درسوا على موائد الفلاسفة مثل الرازي ومثل الغزالي ومثل أبي المعالي الجويني ومثل الآمدي في الإحكام ومثل البزدوي ومثل غيرهم من الأصوليين. هؤلاء درسوا على موائد الفلاسفة فصارت عباراتهم عبارات منطقية فلسفية. وأنتم تعرفون أن العبارات الفلسفية ما يفهمها أي عقل ولا تتعامل مع أي عقل، بل تحتاج إلى ذكي ليفهمها، وهذا ليس من الشريعة في شيء. فإذا نحتاج إلى كتاب أصولي يفل لنا هذه الألفاظ ويخرجها بطريقة يفهمها ولو ليس من أهل الاختصاص. الصعوبة الثانية قلة